نادي الزمالك ماشي بمبدئين. اول حاجة اذا لم تستحي فافعل ما شئت. تاني حاجة ضربني وبكى سبقني واشتكى، فضيحة في الزمالك بطلها بيان صدر من نادي الزمالك بيهاجموا في التحكيم اللي وقف معاهم في ماتش الاهلي والبنك الاهلي وفي ماتش سموحة، وده كله مش عاجبهم ومطلعين بيان بيهاجموا في اتحاد الكرة او الحكام عامة. وخد بقى الخبر التاني، وهو عضوة مجلس إدارة نادي الزمالك نيرة الأحمر اللي قالت لك إن بطولة أفريقيا للطائرة للسيدات دي خير عوض للقضية ممكن بتاعت مجدي قفشة. لا ده الأحلام كبيرة أوي وواسعة أوي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة جديدة مع الدرع، اخبط اللايك الجميل وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. فوجئنا ببيان من إدارة نادي الزمالك بيطالبوا فيه بالعدالة التحكيمية، وإن هم تم ظلمهم في الثلاث مباريات من النادي الأهلي وفي البنك الأهلي وفي ماتش سموحة. فعلا إذا لم تستحي فافعل ما شئت. بيان خبيث، بيان شاف إن فيه هجوم ضاري وعنيف إن نادي الزمالك بيكسب بالتحكيم ومجاملات صارخة من لجنة الحكام. نيجي في ماتش الأهلي الجون التاني الناس اجمعوا ان هو فاول، مفيش مشكله. تاني حاجه تضييع الوقت اللي كان من لعيبه الزمالك ولم الكرات من الملعب عن طريق المدير الاداري لنادي الزمالك وناشئين نادي الزمالك، وابراهيم نور الدين واقف يتفرج ولا عمل اي حاجه ولا خد قرار ولا حتى ادى ثانيه زياده وقت ضايع عن اللي كان مديه. ده في ماتش النادي الاهلي. ماتش البنك الاهلي اللي حضرتك ضربة جزاء من وحي الخيال بتتحسب لك وكان بطلها البنا على الفار اللي بنفس المعيار ما حسبهاش لحسام حسن في الشوط الاول، وتغاضى عن واحدة اكيدة واضحة وضوح الشمس للناس كلها، والشدة بتاعت حسام عبد المجيد لحسام حسن وطرده. في ماتش البنك الاهلي ضربة جزاء بنفس ضربة الجزاء اللي اتحسبت على البنك الاهلي، لا نلاقي انذار تاني طالع لأسامة فيصل وبيتم طرده لتسهيل المباراة على الزمالك. في ماتش سموحة برضو نفس الكلام، ضربة جزاء ما بتتحسبش واضحة وضوح الشمس لسموحة بيتم طرد حسام حسن. اكتر نادي في العالم محسوب له ضربات جزاء وطالعين بيهاجموا التحكيم وبيعملوا بيان. طبعا ده لتوجيه الرأي العام في حتة تانية بعيد عن ان الزمالك بيكسب بالحكام وبيكسب بالمجاملات الصارخة لجنة التحكيم. فعشان كده طلعنا عملنا بيان اقل ما يقال عليه ان هو فعلا اذا لم تستحي فافعل ما شئت. ومعانا نيرة الاحمر اللي بتقول ان كاس افريقيا للطائرة السيدات هو خير عوض ل القضية. ممكن هو عوض الشحات اللي كان في فيلم الفرن حضرتك تقصدي، ولا عوض مين بالظبط؟ ولا عم عوض اللي كان في البخيل وانا؟ ما احنا عايزين نفهم برضو. تخيل عزيزي الفاضل ان هم وصل بيهم الحال والانحدار ان هم بيعتبروا بطولة طائرة للسيدات خير عوض عن القضية ممكن نهائي القرن اللي هيفضل وصمة عار بفضل الله وان شاء الله دائما وابدا على كل جبين زملكاوي. النادي الاهلي اللي ظفر بنهائي القرن اللي ممكن يتكرر كل 100 سنة الله اعلم، في يعني انتشار واسع في العالم وصدى كبير قوي ان النادي الاهلي قدر ياخد الكاس دوت. فبنعمل ايه؟ بنتمحك في اي حاجه نقول ان كاس الطايره خير عوض وخير البخيل وانا وخير رمضان وخير ورشاد ومش عارف ومين وحاجات كده. طبعا الناس متخبطه لما تطلع بيان زي ده ويطلع عضوة مجلس اداره تقول لك ان ده خير عوض عن القضيه. ممكن ده القضيه ممكن دي مسببه لكم حرقان كبير قوي وصداع جامد قوي، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراته قدام الاتحاد السكندري، مباراه ب3 نقط بس طلعنا 3 مراكز، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. سلام عليكم.